أهلا بحضراتكم. حد فيكم يعرف مين هو كلوت بيك أو كلوت بي؟ الحقيقة ده من أشهر شوارع المحروسة واللي كانت معروفة بممارسة البغاء والملاهي الليلية وتحولت لمركز للعوالم والرقصات. شارع كلوت بي أو كلوت بيك هو حاليا شارع الأزبكية اللي انتشرت فيه التجارة الصناعات الصغيرة ومحلات بيع الملابس. بس بعد الفاصل عايزة أقول لكم على مفاجأة كبيرة جدا عن مين هو كلوت بيك ده، لأن احنا عارفين أن ورا كل شارع في المحروسة وكل مكان ليه اسم تاريخي. أكيد الاسم ده ليه حدوتة وحكاية في كتب التاريخ. بعد الفاصل هنتعرف إزاي كلوت بيك ده كان يعني من قائد النهضة الطبية إلى قبلة البقاء والعوالم. على فكرة هو مؤسس مستشفى القصر العيني. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ومفاجآت كتيرة، انتظروا. الحقيقة إن القصر العيني تم إنشاؤه سنة 1837 كأول مدرسة قومية للطب في مصر، وبتعود الفضل في إنشائها إلى أنطوان كلوت أو كلوت بيك أو كلوت بي، وهو الطبيب الفرنسي اللي نشأ في مدينة كرينيفول بفرنسا سنة 1793، وعاش فترات طويلة من حياته في مصر بعد ما طلب منه محمد علي باشا تنظيم الإدارة الصحية للجيش المصري. لما انتشر مرض خطير جدا انتشر بين صفوف الجيش المصري في المعسكرات، وأدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين الجنود نتيجة للتكدس في المعسكرات. في المعسكرات طبعا زي ما قلنا التكدس الكبير ادى لوفاه عدد كبير من الجنود بعد المرض الخطير. الاعداد اللي ماتت كانت بتفوق اعداد القتلى في المعارك، وعدم وجود اي رعايه طبيه وقتها ادى لهلاك اعداد كبيره من الجرحى وفي المعارك. وبعدها كلفوا محمد علي باشا بمنصب كبير اطباء وجرحى الجيش المصري، وكلفوا بانشاء مدرسه للطب الشرعي للطب البشري، وبيدرس فيها عدد صغير من الأطباء الأوروبيين، وإن التلاميذ يكونوا من المصريين، ولغة التدريس تكون لغة عربية علشان يفهموها كويس. وتم افتتاح المدرسة الجديدة سنة 1827، وكانت بجوار معسكر كبير للجيش اسمه جهاد في أبو زعبل شمال شرق القاهرة. والحقيقة إن بتعتبر هي أول مدرسة طبية في العصر الحديث وفي الشرق كله، وتولى إدارتها الدكتور كلوت بيك، وكان بيعتبر أول من درس التشريح ل100 طالب مصري، وتم توثيق الدروس دي بلوحة مرسومة ومعروضة في متحف الطب بقصر العيني. معظم الأساتذة اللي كانوا بيدرسوا في المدرسة كانوا فرنسيين وأسبان ومن طلاينة، والكتب والمراجع كانت فرنسية. وكانت مستشفى أبو زعبل بتضم 720 سرير، ونقلت بعد كده من أبو زعبل للقصر العيني سنة 1837. محمد علي باشا منح الطبيب أنطوان كلوت لقب بيك، ده كان 1827 عشان مجهوداته في النهضة الطبية في مصر. وبذل كلوت مجهود كبير جدا في مقاومة الطاعون اللي حل على مصر سنة 1830. وعلى فكرة هو صاحب فكرة تطعيم الأطفال ضد الجدري اللي ما زالوا أطفالنا بياخدوها حتى اللحظة دي. في عام 1847 كلوت بيك كان أول من استخدم البنج في مصر في عمليات خاصة بالسرطان والبتر، وزود المكتبة الطبية العربية بالمؤلفات الطبية. بعد وفاة محمد علي باشا سنة 1849 رجع كلوت مرة تاني لمارسيليا بعد ما سادت الفوضى والإهمال في عهد عباس حلمي الأول، لكن رجع مصر تاني سنة 1856 في عهد محمد سعيد باشا، اللي قرر إعادة افتتاح مدرسة الطب في احتفال كبير جدا.
سنة 1858 عاد كلوت بيك لفرنسا بعد ما تعب صحيا وتوفى في مارسيليا سنة 1868. اسمه أطلق على شارع من أهم شوارع وسط القاهرة، وافتتح الشارع في حوالي 1872، واسمه حاليا الأزبكية، وكان أشهر أسواق تجارة الغلال. كان من اشهر زي ما قلنا ان الشارع ده كان مشهور بالغلال والحبوب قبل الحمله الفرنسيه اللي كانت كارثه في وتسببت في كارثه للشارع ده. لما جت الحمله الفرنسيه، وده اللي خلى نابليون بونابرت انه يختار الشارع ده علشان مشهور بالغلال والحبوب، علشان يقوي الجنود بتوعه ويمدهم بالامدادات الغذائيه المفيده من الغلال والحبوب طول الوقت. وده خلى السكان بتوع الشارع يمشوا ويسيبوا المكان ويخلوه للجنود بعد ما وصل للجنود الحملة الفرنسية. ودي كانت بداية لظهور بقى الفوضى بقى والملاهي الليلية والرقصات والعوالم وممارسة الدعارة المرخصة اللي الجنود الفرنسيين كانوا أشهر روادها. وقلنا ان بعد وفاة كلوت بيك تم تكريمه بإطلاق اسمه على شارعين في القاهرة وجرينوبل. دي حكايتنا وحكاية من كتب التاريخ، وأشوفكم في حلقة جديدة.